بص يا صاحبي، انا مش جاي اقول لك ذاكر واقول لك الكلام اللي الكل بيقول لك عليه، لان اكيد انت سمعت الكلام ده كتير قبل كده. انا جاي اقول لك تعالى نفكر بعقلانيه كده وفي الكلام اللي جاي كله. اولا عايزك تعرف ان لسه في امل والمعركه لسه ما خلصتش. احنا لسه ما دخلناش الامتحان. طالما لسه ما دخلناش الامتحان اعرف ان لسه في وقت. زي ما احنا بنقول على طول، طالما الامتحان مش بكره يبقى لسه بدري. بس انا عاوز اعرفك برضه، هو دي كلام انت ممكن تفكره كليشيه وكده، بس لسه فعلا. طالما لسه ما دخلناش الامتحان يبقى لسه في وقت. بس برضه الوقت بيتناسب طردي مع كميه الاستفاده منه. يعني انت معاك وقت قليل، الفايده منه والتغيير هيكون قصير جدا بسيط جدا. ان غير ما يكون معاك وقت طويل زي دلوقتي، انت لسه معاك وقت شويه حلوين. انت لو ازهري لسه فاضل لك اسبوع، لو تربيه وتعليم لسه فاضل لك اكتر من 20 يوم. فانت ممكن تعمل في الوقت ده تغيير كبير جدا، وتغير درجتك وتغير مجموعك بطريقه مش عاديه. فانت حاول تعمل بقدر الامكان اكبر تغيير تقدر عليه في الوقت ده، واستغل اي وقت معاك، اي دقيقه تستغلها. من وقت ما تشوف الكلام اللي انا بقوله ده، تسمع الكلام اللي انا بقوله، استغل الوقت اللي فاضل لك. وابعد عن السوشيال ميديا لانها هي اللي بتشتتك فعلا. انا لما بعدت عن السوشيال ميديا لقيت معايا لسه وقت كتير، وبدات انجز كتير في اليوم. ماشي. وتاني حاجه عاوزك تذاكر بذكاء مش بعدد الساعات. يعني ما تقعدش مثلا تذاكر 10 ساعات وتبقى مش مركز فيهم، فما تنتجش كتير، هتنتج حاجه بسيطه جدا. انما لما يكون مثلا قعدت تذاكر 3 ساعات بس بتركيز، هتنتج فيهم كميه كويسه. حتى لو هتبقى اكتر من 10 ساعات يمكن كمان. فاهم قصدي؟ فانت اهم حاجه تذاكر بذكاء وتذاكر بدون تشتيت. زي ما قلت لك، ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد عن التليفون، حاول تبعد التليفون على قد ما تقدر. لو بتستخدم التليفون في المذاكره، حاول لو لقيت اي جهاز تاني تستخدمه هيكون افضل. ما لقيتش استخدم التليفون، بس ايه، حاول تفصل النت وانت بتستخدم. مثلا هتسمع محاضره او كده، حاول تنزلها مثلا لو ينفع وتسمعها من غير نت، وتفصل النت وانت بتتفرج. او لو هتحتاج النت، اقفل الاشعارات وانت بتتفرج على المحاضره او بتتفرج على الشرح اللي انت بتتفرج عليه. تالت حاجة عاوزك تقسم يومك صح وتريح نفسك. يعني ايه؟ قسم يومك، المهام بتاعت اليوم ديت ما تجيبهاش كلها تكدسها في وقت واحد. هيبقى صعب عليك وهتضغط نفسك جامد وهتتعب انت اصلا، وممكن ما تقدرش تعملها وهتسيب المهام كلها وتقوم جاي راجع خلاص وتريح. فاهم قصدي؟ فانت قسم المهام على يومك، فترات اليوم قسم على المهام كلها. ماشي. وريح نفسك، خلي لك يوم راحه في جزء راحه كده في اليوم. بل ده اجباري كمان، مش اختياري يعني. لان جزء الراحه ده بيفرق جدا. يعني الصراحه مثلا اليوم اللي بنام فيه مثلا حوالي ما بين 20 دقيقه لساعه كده بعد الظهر، بصحى بلاقي معايا كميه نشاط كبيره. بخلص فيها حاجات كتير وبنتج حاجات كتير من بعد ما اصحى يعني. فانت حاول الوقت الراحه ده مهم جدا، بس تكون انت بتستريح بعد ما اشتغلت وبعد ما عملت اللي انت عليك. ما تكونش انت مثلا ما عملتش حاجه وما ذاكرتش وما بتنتجش وتروح تريح. طب انت اصلا بتريح عشان ايه؟ انت ما تعبتش اصلا عشان تريح. فاهم قصدي؟ رابع حاجه بقى، خد بالك من جسمك وروحك. يعني ايه؟ جسمك خد بالك منه بانك تلعب رياضه، اتحرك. يعني ايه؟ حتى لو مش هتطلع تلعب في النادي او مش هتروح مثلا تمرين عند مدرب او اي حاجه، اتمرن مع نفسك. اعمل اطالات في البيت، العب ضغط، العب عداد بطن، العب اي حاجه، اتحرك في مكانك. في تطبيقات كتير على متجر بلاي، فيها كل يعني التمارين يعني. هتلاقي تطبيقات كتير فيها تمارين كتير. خامس حاجه، ابعد عن اللي بيغرقوا وخليك مع اللي بيشجعوك. يعني ايه بقى؟ ابعد عن اي حد يسمم لك دماغك. يعني ممكن واحد تلاقي ماشي مع واحد صاحبك، يفضل يقول لك يا اسطى احنا مش هنلحق، يا اسطى الوقت ضاع بينا، احنا خلاص داخلين امتحان، ده احنا هنسقط، طب ما تيجي نأجل، طب ما تيجي مش عارف ايه، طب ما تيجي نأجل للدور التاني، طب ما تيجي نأجل للسنة الجاية، الكلام ده كله. طب يا اسطى ما تيجي ما نمتحنش، طب يا اسطى مش عارف، طب ما تيجي نخش نمتحن وخلاص، احنا كده كده هنسقط، ما نذاكرش بقى وخلاص، مش عارف ايه الكلام ده. ده بيسمم لك دماغك وعمال يخوفك ويقول لك يا اسطى الامتحان ومش عارف ايه والكلام ده. ده تبعد عنه خالص، لانه كده بيسمم لك دماغك وهيضيع لك مستقبلك. خليك مع حد بيشجعك، اللي يقول لك يا اسطى لسه في وقت، يا اسطى طب ممكن تذاكر كذا، تقول له يعني ممكن انت تقول له انا فاضل لي كذا مش عارف اذاكره، يقول لك تذاكره بطريقه كذا، ويقول لك على مدرسين كويسين تذاكر معاهم، او مثلا حد تسمع له او الكلام ده يفيدك ويشجعك. هو ده الصح، هو ده الصح اللي تمشي معاه. وسيبك من التاني اللي بيسمم لك دماغك ده. الفيديو ده انا بنزله من غير مونتاج اصلا، لان انا مش فاضي، انا عشان وقتي فبحط التليفون قدامي وبقعد اسجل على طول. يعني حتى ما ببقاش مجهز سكريبت او كده، انا ببقى مجهز الكام كلمه الاساسيه اللي انا هقولهم، الكام حاجه اللي انا هتمحور عليهم، واقوم جاي داخل متكلم عادي بفضفض قدام الكاميرا. فانت يعني ايه، حاول انت ما تضيعش وقتك في اي حاجه. استغل وقتك، انت ممكن تعمل كل حاجه في اليوم. يعني اي حاجه انت عايزها تعملها، سواء تمرين، فرجه على كرتون، فرجه على انمي، فرجه على فيلم، الكلام ده كله هتعرف تعمله. عايز تلعب كوره هتعمله، اي حاجه هتعرف تعملها. بس انت
اهم حاجه انك ما تضيعش وقتك وتعرف تنظم وقتك صح. اهم حاجه هي اداره الوقت. فاهم قصدي؟ الخمس حاجات اللي قلنا عليهم بايجاز بقى: رقم واحد، لسه في امل طالما المعركه لسه ما خلصتش. اتنين، ذاكر بذكاء مش بعدد الساعات. تلاتة، قسم يومك صح وريح نفسك. أربعة، خد بالك من جسمك وروحك. خمسة، ابعد عن اللي بيغرقوا وخليك مع اللي بيشجعوك.